العالم بعد حرب 67، عندما أخذت إسرائيل في حرب 67 أراضي عربية شاسعة. أخذت ضفة القدس الشرقية، وأخذت قسم من سوريا الجولان، وأخذت سيناء، وأخذت حول الأردن ومناطق واسعة جدا. وكان اعتقادي أنا أنه المشروع الإسرائيلي تأخر نوعا ما، يعني كان المفروض يكون أسرع من هذا الشكل حسب اعتقادي. ربما أكون مخطئ هنا، ربما أنا أكون مخطئ أيضا. ودي أرجع مرة ثانية، طبعا كل هذا الأمور اللي أتحدث فيها تم نقاشها في قمة ألاسكا ما بين ترامب وبوتين، من الهند إلى اليابان، وله تأثير كبير جدا الممر الهندي. حكينا على شرق الفرات. اللقاء وبعد اللقاء انه الموضوع كله متعلق باوكرانيا واللقاء ما بيناتهم، هذا امر غير صحيح ابدا، لانه ليس من مصلحه الولايات المتحده الامريكيه انهاء الحرب الاوكرانيه الان. امر غريب. نعم، ليس من مصلحه الولايات المتحده الامريكيه باي شكل من الاشكال انهاء الحرب الاوكرانيه، وليس كما ليس من مصلحه اسرائيل مثلا انهاء حركه حماس اللي قادره على انهائها بشكل نهائي. كما أنه ليس من صالح إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية القضاء على الأذرع الشيعية اللي موجودة في المنطقة، وبنفس الوقت ليست من مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والغرب إنهاء التنظيمات الراديكالية السنية اللي موجودة في سوريا واللي موجودة في المناطق هاي كلها. هاي خذوها قاعدة، هاي خذوها قاعدة، أنه هذه الحروب ما قامت عبثية، لها أدوار وطويلة الأمد ومخططات تنفذ عن طريقها. فإذا أخذنا هذه القاعدة بعين الاعتبار دائما راح تطلع النتيجة دائما صح اللي بتفكر فيها. طبعا امبارح تحدثت عن العراق وانسحاب القوات الأمريكية من العراق والهدف منه، لكن بدي أطلع اليوم خارج صندوق الشرق الأوسط، وبدنا نتحدث عن مواضيع هامة للغاية تحاك أساسا للمنطقة وإلها تأثير كبير جدا على الشرق الأوسط. يعني لقاء ترامب بوتين كان على توزيع الأدوار. سبق لقاء بوتين وترامب أمر هام للغاية جدا، اللي هو توقيع اتفاقية أرمينيا وأذربيجان في الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية سلام. وشفنا نحن التقارب التركي الأرمني، واللي كان بالنسبة للمراقبين مفاجأة. طيب شو شفنا بعدها؟ شفنا تحرك الكنيسة الأرثوذكسية بداخل أرمينيا، وطبعا لدينا مثل ما قلنا لكم الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو هي اللي تحكم كل الكنائس الأرثوذكسية الموجودة في العالم كلياته. وحصلت شبه محاولة انقلاب على الرئيس الأرمني بعد التوقيعات اللي حصلت والتقارب من تركيا، وكان واضح إشارة من موسكو بأنها لن تقبل بأي اتفاق أو تكون الأراضي الأرمنية معبر للخطوط الطاقة اللي تحلم فيها تركيا أن تنشأ، وهي بديل عن خطوط الطاقة الأوروبية اللي تركيا خسرتها كلياتها. طيب شو هذا الموضوع؟ رح نتحدث فيه نوعا ما لحتى تفهموا. أوقعت الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى الأتراك في فخ، وهنا كسبوا عداء الروس بشكل كبير جدا، وخسروا أقوى الحلفاء الموجودين لهم اللي هي دولة قطر، اللي كانت تحلم قبل عام 2000 بأنه تمتد خطوط الطاقة والغاز القطري عبر الأراضي السورية وتذهب إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. وشفنا أنه تركيا طعنت قطر في الظهر، وحقيقة هي طعنت قطر في الظهر، استغنت عن خطوط الطاقة وألغت اتفاقية الطاقة الموجودة أو نقل النفط العراقي قبلها أيضا بعدة أيام، ظنا منها بأنه
معبر زنزور اللي وعدتها بها الولايات المتحدة الأمريكية أنه راح ينفذ. وطبعا قبلها بسنوات أيضا وقفت الولايات المتحدة الأمريكية مع تركيا وأذربيجان في حربها مع أرمينيا، وأيضا تم خداع الروس فيها أيضا، لأن الروس هم كانوا حلفاء أرمينيا التاريخيين، وكانت تظن روسيا بأنه الخطوط الطاقة اللي راح تنتقل من روسيا عبر دول القفقاز إلى أذربيجان ومنها إلى أرمينيا ومنها إلى تركيا راح تكون بديلة عن نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 في حال حصل اتفاق ما بينهم وما بين أوكرانيا، وبيكون المشروع كلياته مشرف عليه الروس ويستفيد منه الروس. فلذلك ظن الأتراك بأنهم وصلوا إلى صفقة العمر، وخصوصا عندهم طموح لإنشاء دول الكومنولث السبعة المتحدثة باللغة التركية. فظنت تركيا بأنها ستقوم بالتوسع بالمشروع الملي إلى دول القفقاز السبعة التي تتحدث اللغة التركية، يعني ومنها أذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وهؤلاء الدول التي تتحدث بلغة تركية قديمة مشابهة نوعا ما للغة التركية الحديثة. فلذلك وقعوا بالفخ الأتراك هنا، وكان هدف الولايات المتحدة الأمريكية أن يقنع الأتراك بالاستغناء عن كل المعابر الاقتصادية التي تمر في سوريا وعدم منافسة إسرائيل هنا، وعدم منافسة إسرائيل بهذا المشروع. طبعا الأتراك إلى الآن يظنون بأن هذا المشروع قائم، وهذا المشروع تدعم فيه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مخفي بشكل كبير، لكن الأمريكان يعلمون أن الروس لن يقبلوا بهذا الاتفاق. في قمة ألاسكا ما بين ترامب وبوتين كان على الاتفاق على الخطوط العريضة في القفقاز. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أرمينيا ليس لإنشاء معابر الغاز كما يتوهم الأتراك. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أرمينيا وأذربيجان، وعملت بيناتهم صلح لتعمل قواعد عسكرية من خلال أرمينيا سيتم ضرب إيران، ومن خلال أذربيجان سيتم ضرب تركيا في المستقبل. وهذا النقطة الهامة لهذا اللقاء اللي حصل. والاتفاق الآخر على الشرق الأوسط ما بينهم وما بين الروس، تم إرجاع مسألة سوريا إلى مبادئ الاتفاق على أوكرانيا. طبعا لن ننسى أيضا دول جزيرة غرينلاند اللي كانت محور الحديث ما بين ترامب وبوتين، اللي يطمح بأن يكون لروسيا أيضا جزء من الثروات الموجودة في غرينلاند. طيب احنا كلنا نعلم أن الصين هي تحتكر كل المعادن اللي تدخل في صناعة أشباه الموصلات، وفي دولة ثانية أيضا تدخل في هذا الموضوع أيضا، وأنتم أعتقد كثير منكم يعرفون مين هاي الدولة. هلا مو الصناعة، أنا أتحدث عن الثروات أو المعادن اللي موجودة. لهم مصدرين في العالم، واحد الصين والثانية هي أوكرانيا. عشان نعرف هذا الموضوع تماما. الدول المصنعة وتحتكر صناعة الرقائق هي تايوان. احنا شفنا بعد القمة اللي حصلت في ألاسكا ما بين بوتين وترامب، مباشرة الصين تحركت باتجاه تايوان وهددت باجتياح تايوان، وظهرت التقارير في الصحافة الأمريكية بشكل كبير وحذرت من غزو صيني سريع لتايوان وقتها، لأنه الصين أصبحت
مهددة بأنه تفقد قيمتها كدولة مصدرة للمواد الأولية في صناعة أشباه الموصلات والمعادن. طبعا هنا الصين تتحكم بأسعار تلك المعادن النادرة اللي موجودة في أراضيها، وعندما تدخل جزيرة غرينلاند فيها أضعاف مضاعفة جدا من كل دول العالم من المعادن النادرة اللي تدخل في صناعة شبه الموصلات. العقبة هنا كانت روسيا، لأن روسيا تعتبر جزيرة غرينلاند تاريخيا لها الحق أيضا فيها. طبعا جزيرة تتبع للدنمارك الآن وفيها حكم ذاتي، والصراع على الجزيرة ما بين الروس والأمريكان. كلنا نعرف أنه ألاسكا بالأساس كانت هي القيصرية الروسية وبعثها للولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن ال19 وبمبلغ زهيد جدا. وبالأساس ألاسكا إلى ما توصل لحدود كندا، وهي كانت كليتها أراضي روسية سابقا. فلذلك الروس إلى الآن حسب الاتفاقيات القديمة يطالبون بجزء من جزيرة غرينلاند. طبعا جزيرة غرينلاند حامة للغاية، والولايات المتحدة الأمريكية تعمل عليها بشكل كبير جدا، بيكون إلى يد أو تضع اليد على جزيرة غرينلاند بسبب المعابر البحرية اللي موجودة حول الجزيرة، وأيضا ثروات اللي موجودة في الجزيرة بشكل كبير. فلذلك اللقاء اللي كان ما بين ترامب وبوتين هي لتحديد قواعد الاشتباك بين الدولتين وأن لا يحصل بينهما أي تصادم مستقبليا، لا في الشرق الأوسط ولا في دول القفقاز ولا بالبحر الكاريبي، وهذا أمر هام للغاية. طبعا نحن كلنا بنعرف أنه أكبر مخزون في العالم للبترول وين موجود في فنزويلا. النفط والغاز اللي موجود في فنزويلا يضاهي تقريبا كل الدول العالمية اللي موجودة. طبعا جمدتها الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات طويلة جدا، وأكبر حلفاء فنزويلا هم معروف كان الاتحاد السوفيتي، والآن وريثها روسيا أيضا. وحاولت الصين وروسيا كثيرا بأنه تستخرج النفط الفنزويلي، لكن كانت تصطدم دائما بالقرب الجغرافي للولايات المتحدة الأمريكية لفنزويلا والحصار اللي كان مفروض عليها، لدرجة أغنى دولة بالعالم اللي تعوم على بحار من الذهب هي أفقر دول العالم على الأطلاق. السنوات الماضية بعد إنشاء قناة بنما اللي تحدثت عنها، وأتمنى تعودوا إلى الفيديو القديم اللي تحدثت فيها عن إنشاء قناة بنما من عام 1917 إلى استقلال بنما تقريبا إلى عام 1970 71. رح تفهم المسألة التاريخية فيها. لكن بعد العام 70 استطاعت الصين السيطرة على قناة بنما وشراء أصول كبيرة جدا منها. والصين عندما علمت بأنه بقمة ألاسكا حصل اتفاق ما بين ترامب وبوتين بغزو قناة بنما، الصينيين حركوا مباشرة قواتهم العسكرية باتجاه تايوان وهددوا باجتياح تايوان. تأخذ بنما بناخذ تايوان. وهذا كان بالخفاء، كان في تلميحات صحفية في الولايات المتحدة الأمريكية وتحذيرات، سواء كان في الصين أو كان في الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت قمة ألاسكا على أساس الاتفاق ما بين أوكرانيا وروسيا وإنهاء تلك الحرب. وأنا قلت لكم ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أبدا إنهاء الحرب الأوكرانية. هلا هون بدي أوضح لكم نقاط أن أوروبا تسابق الزمن في التسلح الآن. أوروبا تسابق الزمن في التسلح. نحن نعرف كلياتنا مهندس الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية هي ألمانيا، وتم الإيعاز لألمانيا بإعادة بناء الجيش، واتفقت أوروبا على إنشاء قاعدة عسكرية هامة للغاية وضخمة وتكون مزودة بجميع أنواع الأسلحة في بولندا. بالمقابل
الروس يدخلون كل أنواع الأسلحة الفتاكة والنووية إلى بيلاروسيا اللي هي بمحاذاة الحدود البولندية. وأنا تحدثت لكم في حلقة أيضا ليست طويلة، حلقة واحدة أيضا، عن الصراع البولندي البيلاروسي اللي راح يحصل في المنطقة في المستقبل. طبعا لازم نعرف شغلة واحدة، القاعدة هاي ينتهي بناءها في عام 2028، وفي سر بكلمة أو معنى عام 2028. لدينا عدة أحداث عالمية راح تحصل في عام 2028. ستكون ثمانينية دولة إسرائيل في عام 2028، وهذا حسب النصوص التوراتية وأيضا تفسيراتها من التلمود البابلي وملحقاته. يجب على إسرائيل وقتها أن تكون منجزة ما يقارب 60% من دولة إسرائيل الكبرى لحتى تستطيع أن تستمر. وإسرائيل تعلم بعد عام 2028 هناك حرب ما بين بولندا وبيلاروسيا بالوكالة، يعني ما بين الغرب وما بين روسيا حرب جديدة راح تندلع على الحدود البيلاروسية البولونية، والدول كلها تستعد لهذه الحرب. فعندما تبدأ الحرب سيكون الاهتمام وقتها بإسرائيل نوعا ما أقل من المستوى الموجود، فلا بد لإسرائيل إنتاج مشروعها بسرعة لعام 2028 لحتى تكون وجودها ومصيرها التاريخي ليس في خطر، وهذا أمر هام للغاية. في عام 2028 يجب تقسيم العراق. في عام 2028 أو بداية عام 2028 سيبدأ تفكيك تركيا. في عام 2028 ستنتهي القاعدة الموجودة في بولندا وتبدأ الحرب البولندية البيلاروسية. في عام 2028 يجب ضخ النفط الفنزويلي بدل النفط العربي، لأنه سيتم إغلاق المضائق العربية بالخليج العربي وإعادة الدول العربية بقدر أقول لكم إلى عصر البداوة. وهذا الخطة اللي راح تمشي في الفترة القادمة، يعني بالضغط على إيران بشكل كبير جدا. ستقوم إيران ممكن بإغلاق المضيق والصين لمساعدة الصين. الصين ستغلق المضيق، الصين ستغلق مضيق بالتعاون مع إيران. هنا سيتوقف النفط العربي من الضخ. لن يكون أمام العرب وقتها إلا الموانئ الإسرائيلية، بسبب أن إسرائيل توسعت وتم تقسيم لبنان. مثل ما قلت لكم إسرائيل راح تأخذ النهر الإيطاني، ستقام دولة المسيحيين المرتبطة بإسرائيل في الوسط، بعلبك والمناطق الدرزية سوف ينشأ ممر ما بينها وما بين الدولة الدرزية في جنوب سوريا، تفريغ جزء من ريف درعا وإنشاء الممر ما بين القنيطرة والسويداء وإنشاء معبر داوود. فيكون النفط العربي آتي من قوسين، القوس الأول اللي هو قطر اللي راح تجنح إلى إسرائيل قريبا وتترك تركيا، والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عبر الأراضي الأردنية إلى ميناء غزة وحيفا، وأيضا معبر داوود اللي راح ينقل بعد عام 2028 النفط العراقي والنفط السوري عبر المعبر إلى الموانئ الإسرائيلية هنا. طبعا هون أسعار النفط راح تكون بانهيار. تتذكروا قبل فترة كم شهر قلت لكم بالفترات القادمة قبل 7-8 أشهر تقريبا أنه أسعار النفط ستبدأ بالانخفاض. طبعا أسعار النفط بالحرب الأوكرانية اشتعلت بشكل كبير، لكن راح ينهار أسعار النفط، والآن بدأت أسعار النفط بالهبوط نوعا ما.
خلال 3 سنوات القادمة راح يكون في انهيار بأسعار النفط. ليش؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية مخزونها أصبح ممتلئ بشكل كبير، وتصدر 14.4 مليون برميل يوميا من البرنت الخام. طبعا المشكلة اللي كانت أنه انخفاض أسعار البترول كانت راح تضر بالاقتصاد الأمريكي خلال الشهور اللي فاتت، بسبب أنه إيش؟ راح تزيد أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا مجيء ترامب إلى الحكم ورفع الضرائب على كل دول العالم، والدخول مع كل دولة على حدة باتفاقيات لتعديل أسعار الجمارك على تلك الدول، أعطى البنك المركزي الأمريكي قوة هائلة وكبيرة جدا، وخرجت من عنق الزجاجة، بحيث الآن أي انخفاض بأسعار الطاقة في العالم لن يؤثر على سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه نقطة جدا مهمة اقتصادية لازم نفهمها. الشيء الهام، الصين تعتمد على أسعار البترول الرخيصة اللي بتحصل عليها من إيران بسبب العقوبات الأوروبية والغربية على إيران، وغض النظر الأمريكي الأوروبي عن الصين. وأنا شرحت لكم قبل الآن أنه رخص أسعار الطاقة يؤدي إلى رخص أسعار المنتجات الصينية، وهذا شو بيؤدي؟ بيؤدي إلى أنه الأسواق تتوجه إلى المنتجات الصينية الرخيصة. أنت عندك عاملين أو 3 عوامل خلينا نقولها اقتصادية هامة لغاية تحدد الأسعار اللي موجودة في العالم في أي دولة صناعية: أسعار الطاقة، الأيدي العاملة، والنقل. بالنسبة للصين النقل السعر مرتفع جدا. لماذا؟ لأنه مضطر بعبور قناة الفلبين والدوران حول المحيط الهندي والدوران إلى أوروبا لتصل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وهذا مكلف جدا وتتحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كل شركات السفن والتأمين العالمية وشركات الحاويات تملكها الولايات المتحدة الأمريكية. فهنا أيضا ضغط على الصين بشكل كبير جدا بمسألة النقل. طيب، إذا افترضنا أنه الفلبين أغلقت المضيق، وطبعا الطريق الباكستاني الصيني اللي كانت تحلم فيه الصين فشل واستبدل بالطريق الهندي بدله، فالصين هنا راح تكون في إيش؟ في أزمة كبيرة جدا، وراح ترتفع أسعار المنتجات الصينية بشكل هائل. راح تكون البديل إلى طبعا المنتجات الهندية، لكن بنشوف نحن بالفترة الأخيرة ميل الهند نحو الولايات المتحدة الأمريكية، عفوا الروس والصينيين، وشفناهم في قمة شنغهاي. طبعا كثير من الناس بتسألني ليش الهنود اللي هم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية واللي تحلم الولايات المتحدة الأمريكية تكون هي بديل عن الصين في الصناعات موجودة في قمة شنغهاي. هذا بيعاز أمريكي، هذا بيعاز أمريكي، لأنه شوفوا الصين تستورد النفط من إيران، والهند تستورد النفط من روسيا بأسعار رخيصة، والدولتين عليها عقوبات اقتصادية هائلة جدا. فمن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أنه أيضا الهند تحصل على بترول وغاز رخيص حتى تستطيع أن تنافس الهند، عفوا الصين، حتى تستطيع تنافس الصين. فغضت النظر عن النفط الإيراني بأسعار رخيصة إلى الصين، بالمقابل تغض الطرف أيضا عن الاتفاقيات اللي عم تقوم فيها الهند وتحصل على الغاز والبترول الروسي بأسعار رخيصة جدا، إلى إنشاء ممر الهند الشرق الأوسط في المستقبل. وهذا لعبة أعتقد أنه كثير منكم صار يفهمها، لأنه أنا فهمتكم شيء: ليس كل ما يعرض بالإعلام معناته هو حقيقي. لا، الاتفاقيات الدولية اللي بتصير بالخفاء ما بتعرض، وهي اللي بتطبق على المنطقة كلها. بدنا نرجع على منطقة الشرق الأوسط اللي راح تصل في منطقة الشرق الأوسط. لدينا تقسيم لبنان، تحدثنا عن تقسيم العراق وتقسيم سوريا
وهذا لا محالة. وبعد العام 2028 سيبدأ العمل على الدولتين الكبيرتين هي إيران، وممكن إيران يكون قبل تركيا أيضا، لكن بعد عام 2028 يجب كل الدول المحيطة بإسرائيل يجب أن تكون مقسمة ودول طائفية وضعيفة. وهذا خطة شارون، هذا خطة شارون في عام 1982 مستشاره اللي أوصى في الخطة هاي كلياتها. هذا أمر واقعي اللي أخذها أيضا نتنياهو في كتابه تحت الشمس اللي ألفه عام 1993، واللي يذكر فيه أمور هاي كلياتها، ويستمد كل المشاريع هاي من النصوص الدينية القديمة جدا، من النصوص القديمة جدا. شفنا نحن كثير الحديث الآن عن إسرائيل الكبرى في إسرائيل، ونتنياهو يطلع والرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي كلياته صاروا يتحدثون بشكل علني عن هذا الموضوع. طبعا بدي أرجع لأول نقطة ذكرتها، اللي هي أنه هؤلاء الدول يستطيعون إنهاء جميع الحركات الموجودة، يعني مثل حركة حماس يستطيعون إنهائها بشكل نهائيا، لكن ليس من مصلحة إسرائيل إنهاء حركة حماس، لأنه حركة حماس هي يشق القضية الفلسطينية إلى شقين، ويخليها دائما متفرقة، وصعب جدا إنشاء دولة فلسطينية ما دام حركة حماس وحركة فتح موجودتين. هذا أمر لازم تفهموه. إسرائيل كل ما يهمها الآن هو أضعاف حركة حماس بشكل كبير، وتهيئة الغزاويين للهجرة خارج غزة، وهذا أمر لازم نفهمه. الشيء الآخر، إسرائيل قادرة على إنهاء حزب الله، لكن ليس من مصلحة إسرائيل الآن إنهاء حزب الله، لأنه حزب الله يجب أن يدخل في حرب سنية شيعية في لبنان لتترسم خارطة لبنان ويتم تقسيمها. قادرة إسرائيل على إنهاء حزب الله أيضا، لكن ليس من مصلحة إسرائيل إنهاء حزب الله الآن، كما ليس من مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أيضا إنهاء الأذرع الشيعية اللي موجودة في العراق، لأنه ليس لديها مهام، ويجب هاي المهام أن تنتهي، ومن بعدها سيتم القضاء على الحركات الإسلامية كلياتها. طيب، متى تم تفعيل الحركات الإسلامية الموجودة في سوريا، أو ما خلينا نقول بالعالم؟ بدأ تفعيل الحركات الإسلامية والحركات الجهادية وظهرت على العالم بعد حرب 67، عندما أخذت إسرائيل في حرب 67 أراضي عربية شاسعة، أخذت ضفة القدس الشرقية، وأخذت قسم من سوريا الجولان، وأخذت سيناء، وأخذت هول الأردن، ومناطق واسعة جدا، وكان العدد فيها، يعني عدد الشعب الإسرائيلي صغير جدا. ففكر العالم وقت الغرب كيف لنا تقوية إسرائيل ومساعدتها على الاحتفاظ بتلك الأراضي. ما كانت قادرة الاحتفاظ بتلك الأراضي بسبب ديموغرافية إسرائيل، فدخلت باتفاقيات وهمية، خلونا نسميها اتفاقيات سلام وهمية، اللي بدأت أول وحدة في عام 1974 باتفاقية كامب ديفيد مع أنور السادات، ولحقتها الاتفاقيات عام 1990 مع الملك حسين، وأيضا محاولة توقيع اتفاقيات مع سوريا، وهذه الاتفاقيات كلها كانت وهمية. وكل الاتفاقيات هاي اشترطت على الدول اللي معاها أنه المناطق اللي تسمح أنها تعود لتلك الدول بتكون خالية من السلاح، وعمليا أساسا إسرائيل لا الكلمة العليا فيها، يعني سواء كان في سيناء ولا كان في غور الأردن ولا حتى المناطق اللي قبلت وقتها بإنشاء السلطة الفلسطينية. وحصل أيضا اتفاق ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين في اتفاقية كامب ديفيد 2 اللي وقعها أبو عمار وقتها مع الإسرائيليين. بدأ العالم الغربي بالتفكير على إنشاء الحركات الإسلامية اللي هي دائما تستخدم فيها نظرية العدو المفيد، فأطلقت يد إيران بعد العام 1979
وأيضا بدأت بتمويل الحركات الإسلامية اللي موجودة في أفغانستان بعد الحرب السوفيتية الأفغانية. طبعا مثل ما قلنا لكم بوقتها الحزب الشيوعي في أفغانستان قام بانقلاب على الملكية الأفغانية، وحاول الاتحاد السوفيتي دعم الحزب الشيوعي للسيطرة على أفغانستان. وتحدثنا أنه طبيعة الشعب الأفغاني كانت طبيعة كتير بدائية وإسلامية، فرفض الشعب الأفغاني بشكل كبير أن الشيوعيين يستلمون الحكم. استغلت الوضع الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت بدعم الحركات الإسلامية الموجودة في أفغانستان، وكانت المفارقة بإعطائهم صواريخ ستينجر وقتها اللي عملت مجزرة في الطائرات السوفيتية، فاضطر الاتحاد السوفيتي سحب قواته من أفغانستان وقتها، ودخلت أفغانستان في حرب أهلية ما بين قوات مسعود شاه رباني وحكمة يار وإلى أن ظهرت حركة طالبان في عام 1992 اللي أنهت كل الحركات الثانية اللي كانت موجودة وقتها، وظهرت الأفكار الراديكالية والتنظيمات الإسلامية من هناك وانتقلت إلى العالم العربي مرة ثانية، لكن هذا بحدود. هلا بدي أرجع أوضح لكم كلام كونداليزا رايس في الإمارات اللي تحدثت فيه عن الفوضى الخلاقة. والحديث شفنا المحللين السياسيين بيستخدمون هذا المصطلح بشكل كبير. شو هو الفوضى الخلاقة؟ شو يعني معنات الفوضى الخلاقة؟ الفوضى الخلاقة هي الفوضى في الشرق الأوسط، لكن اسمها خلاقة. شو يعني خلاقة؟ يعني أنه تبدأ منطقة بمنطقة. يعني الآن نحن في سوريا في فوضى، لكن هي فوضى خلاقة. كيف يعني فوضى خلاقة؟ يعني الغرب يسيطر على كل الأطراف الموجودة داخل الأراضي السورية. إسرائيل تسيطر على الجنوب، وأمريكا تسيطر على الحركات الإسلامية الآن اللي مستلمة السلطة، وعلى رأسهم تنظيم القاعدة يعني محمد الجولاني. وفي شرق الفرات أيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي المسيطرة على القوات اللي موجودة فيها، فهذا اسمه فوضى. الكل متصارع لكن تابع لطرف واحد، فهذا اسمه الفوضى الخلاقة. طبعا لا يجوز الفوضى أن تخرج عن إطار المرسوم له، لأنه كلمة كيسنجر معروفة: ليس من المهم أن نحل مشاكل الناس بقدر ما هو المهم بأنك تسيطر على خيوط تحريك تلك المشاكل. وهذا مقولة للتاريخ، والفكرة هي فكرة كيسنجر بالأساس، وهي بدنا نفهمها. كل القوى المتصارعة اللي موجودة في الشرق الأوسط هي تابعة لجهة واحدة من دول وتنظيمات وأحزاب وجماعات وتنظيمات، وهذا أمر لازم كمان نحطه في الحسبان دائما. فأي تحركات تتم صراعات ما بين القوى اللي موجودة على الأرض والدول اللي موجودة على الأرض هي بتحريك خيوطها من القوى العالمية الغربية، وهذا أمر أعتقد ما نختلف عليه كلياتنا. فمشروع تقسيم المنطقة لابد منه، لأنه لا يحقق مصالح إلا بالتقسيم وإعادة رسم الخرائط مرة أخرى. وما في دولة مستثنات من هذا الموضوع باستثناء إسرائيل طبعا، اللي راح يشكل القطب العالمي رقم 1. وباعتقادي أنا أنه المشروع الإسرائيلي تأخر نوعا ما، يعني كان المفروض يكون أسرع من هذا الشكل حسب اعتقادي. ربما أكون مخطئ هنا، ربما أنا أكون مخطئ أيضا. وطبعا لازم نعرف شغلة واحدة، أنه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كنا نقول دائما ما في بقعة بالعالم متفقين فيها غير سوريا، صح ولا لا؟ لكن في حقيقة الأمر لا، في حقيقة الأمر لا. إسرائيل والولايات المتحدة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية متفقين في أمر واحد، هي دعم إسرائيل. فلذلك بتشوفوا متفقين في سوريا، لأنه بيمس أمن إسرائيل بشكل كبير جدا. وهذا أيضا أحد الأمور اللي تم مناقشتها في قمة ألاسكا ما بين ترامب وبوتين، واتفق الطرفين على دعم كل خطط التقسيم التي تحصل في سوريا وفي الشرق الأوسط، وأيضا الوقوف في دعم إسرائيل على المدى البعيد بكل الأشكال. يعني شوفوا المفارقة في هذا الموضوع: دولتين متصارعتين في كل أنحاء العالم
وصراع ما بيناتهم بارد حتى من عهد الاتحاد السوفيتي وقبلها، لكن متفقين في إسرائيل. وهنا السر أنا قلت لكم إياه قبل الآن، أنه السر هو ديني. نعم، هو متعلق بالمعتقدات القديمة للديانة المسيحية بين الطرفين، الأرثوذكس والكنيسة الإنجيلية، وأيضا المعتقدات الدينية اليهودية اللي موجودة في الكتب اليهودية وعلى رأسهم التلمود. فكل الدول متفقة على قدسية إسرائيل ودعمها وتوسعها. احنا شفنا في خطابات ترامب الأخيرة أيضا خلال الفترة اللي فاتت اللي كان في يقول فيها أن إسرائيل دولة صغيرة وقد حان لها أن تتوسع. هذا تصريح يعني واضح جدا. ومثل ما حكيت لكم امبارح أيضا جزء من الحلقة، أنه أطلقوا العنان لتركيا بأنه هي تحضن الحركات الإسلامية وتقود المشروع الإسلام السني في العالم العربي والإسلامي، لكن هذا أيضا فشل ذريع. شفنا الفشل الذريع اللي حصل في شمال أفريقيا بالنسبة لتركيا، وفشلها بالسودان. مين يتذكر الجزيرة السودانية اللي أهداها عمر البشير إلى أردوغان؟ في جزيرة سودانية أهداها عمر البشير السودان إلى تركيا بوقتها، وأنشأت فيها تركيا قواعد عسكرية. شو صار بالسودان؟ شو صار بالسودان الآن؟ تدمير حركة أخوان المسلمين اللي موجودة في السودان وتقسيمها. هيك بيضحكوا على الأتراك في كل مكان في العالم. دخلوها إلى ليبيا أيضا ورصوها في ليبيا، ودخلوها الآن في وسط أفريقيا. والآن بعد فترة راح نشوف الحرب اللي راح تصير في الصومال وانقسام الصومال إلى صومالين. في صوماليلاند الآن اللي تتمتع بحكم ذاتي تقريبا وانفصال عن الصومال نفسها، واللي تركيا لها يد في صوماليلاند وعندها قواعد عسكرية فيها، ودولة صومال نفسها. فقريبا راح نشوف الحرب السودانية راح تمتد إلى القرن الأفريقي والصومال، وصوماليلاند سيعلن استقلاله عن الصومال نفسها وطرد القوات التركية اللي موجودة فيها، وهكذا يلهون الأتراك في كل مكان. وتركيا عبارة عن أداة لتنفيذ المشاريع الغربية في كل مكان. فرح نشوف تحركات عالمية كبيرة جدا في الفترة القادمة. ودي أرجع مرة ثانية، طبعا كل هذا الأمور اللي نتحدث فيها تم نقاشها في قمة ألاسكا ما بين ترامب وبوتين، وخصوصا تقسيم الشرق الأوسط ودخول سماح لدخول الولايات المتحدة الأمريكية في دول القفقاز. والروس موافقين على هذا الموضوع مقابل امتيازات أيضا في غرينلاند وحصة لروسيا فيها، والموافقة على حصار فنزويلا واجتياحها في المستقبل، وعدم إنشاء معابر اقتصادية تضر روسيا، وخصوصا معبر زنزور اللي أوهموا تركيا بأنه راح تحصلين على هذا المعبر. وطبعا هذا المعبر اليوم الظهر قلت لكم أنه أغروا تركيا أنه غضي النظر عن سوريا وغضي النظر عن شرق الفرات والعراق، وراح نعطيكم بداله دول السبعة التي تتحدث باللغة التركية وعلى رأسها معبر زنزور. لأنه اليوم الظهر لما حكيت بهذا الموضوع كثير من الناس استغربت، شو هو قلت لكم في المساء راح أقول لكم إياه إيش هو. نعم، كل الجعجعة والبعبعة التي تسمعونها على وسائل الإعلام حاليا من الساسة الأتراك غير صحيح وليس له أي أساس، وهو موجه للشعب التركي فقط. وهم اتفقوا مع الأتراك بأن الأتراك ما لهم شغل بسوريا وما لهم شغل في العراق
وتعالي احنا نعطيكي الدول السبعة الناطقة باللغة التركية ونفتح الممر من أرمينيا لغاز تلك الدول كلها غنية بالغاز، وخصوصا وعلى رأسهم أذربيجان وتركمانستان. وأغروا تركيا بالمقابل التخلي عن سوريا ومشاريعها في سوريا والعراق والمشاريع الاقتصادية والممرات الاقتصادية كلها مقابل هذا المعبر. لكن أنا بقول لكم إياه كمان، هي خدعة للأتراك، هو خدعة للأتراك. شفنا أول الاتفاقيات اللي فرحت بها تركيا مثل الطفل الصغير اللي بتعطيه مصاصة وبيركض بيلحسها هون وبيلحسها هون، اجت ووقعت مع سوريا اتفاقية الغاز الأذري. وكلياتكم بتتذكرون هاي اتفاقية الغاز الأذري، واجت وقعت مع سوريا، تفضل وعلى البيع وكذا، وماسك المصاصة عم يمصها قدام أحمد الشرع. هيك صاير بالأتراك فعلا. أعتقد أنه اليوم الحوار هام جدا اللي تحدثت فيه، وهذا كلياته رح نبني عليه حلقات خلال الأشهر القادمة، خصوصا بعد 10/9 اللي رح أبدأ أتحدث عن كل هاي المشاريع على فرادى. فأنا أعطيتكم ملخص لما سوف أتحدث فيه خلال السنة القادمة كلياته. طبعا امبارح لمحت على معابر جنوب شرق آسيا من اليابان إلى شرق الفرات. هلا واحد بده يضرب مخه، اليابان وشرق الفرات وإيش جاب لجيب؟ نعم، شفنا نحن خلال الشهر الماضي شو صار باليابان. هل حدا منكم يذكر؟ عندما هددت الصين باجتياح تايوان، مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية أوعزت إلى اليابان وكوريا الجنوبية، وهما عدوتين. كوريا الجنوبية واليابان هما عدوتين مع أستراليا وكندا، وقاموا بمناورات عسكرية بحرية كبيرة جدا، وما تحدث عنها الإعلام بشكل كبير. إذن الدول هاي كلياتها مرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالممر الهندي اللي راح يحصل في المستقبل، لأنه اليابان تطمح أيضا بأن تكون جزء من الممر الاقتصادي الدولي اللي راح يمد إلى إسرائيل. اليابان تطمح إلى هذا. طبعا هون راح يكتمل الطريق من الهند إلى اليابان، من الهند إلى اليابان، وله تأثير كبير جدا الممر الهندي. حكينا على شرق الفرات وعلى كردستان بشكل كامل، خلينا نقول هذا بدقة أكثر. فعندما أتحدث عن اليابان وأتحدث عن شرق الفرات، هو ليس من هراء. يعني واحد اليابان وشرق الفرات، يعني العقل الصغير ما بيستوعب هذا، في آلاف الكيلومترات ما بيناتهم. نعم، المشروع أكبر مما تخيلون، والمشروع ليس فقط شرق أوسط جديد، لا، شرق الأوسط الجديد متعلق بالشرق الأوسط، لكن المشروع هو ربط العالم كلياته بطرق وشبكات تجارية تحقق مصالح الدول والقوى العالمية.